ايوه مش سهل انك تكون ممثل، لكن لو افترضنا ان عندنا ممثلين كتير، هل سهل انك تسيب وسطهم بصمة؟ طبعا لا. لكن انك تتحدى طفولتك الصعبة وتتحدى مشاكلك النفسية وتوصل للقب الامبراطور بتاع السينما المصرية، يبقى معاكم عبد اللطيف من قناة من غير مونتاج. وفي الحلقة دي هنتكلم عن الامبراطور احمد زكي. طيب احنا في مصر سنة 1967 في مدينة الزقازيق محافظة الشرقية، مع طفل يتيم اسمه أحمد ووالده لسه متوفي. بعد وفاة أبوه أمه بتتزوج وبينتقل للعيشة مع جده. احنا بنتكلم على طفل من بداية حياته وهو في حياة مفككة بشكل كبير نتيجة لوفاة الأب واختيارات الأم، فأخدوا جده ورباه، وحياته كانت عادية جدا في بدايتها وهو طفل. يعني بدأ يدخل المدرسة، فدخل المدرسة الابتدائية، خلصها دخل الإعدادية، وبعدها اتجه للتعليم الفني وما دخلش ثانوية عامة. في مدرسة الصناعة اللي كان فيها أحمد زكي هو كان بيعمل شوية مسرحيات على الضيق، يعني هو كان ممثل من ضمن الكاست بتاع التمثيل في المسرح الصغير اللي معمول في المدرسة هناك. لكن بقى كان في حدث مهم بيحصل في المدرسة دي، يعني ممكن نقول مين ايفنت، حفلة هيحضر فيها ممثلين وفنانين ونقاد وصحفيين من القاهرة للزقازيق. احمد زكي ساعتها كان بيمثل في المسرح، ولكنه ما كانش مدي الموضوع اهمية، وكمان كان عنده عقدة من شكله، وكان شايف ان هو لو بقى ممثل كان هياخد ادوار مهمشة نتيجة لان هو لون بشرته اسود، شكله مش وسيم قوي. فبالتالي المشاكل دي كلها كانت مخليه مش مهتم قوي بالتمثيل، وعايز يعمل اي حاجه تانية جانبيه، مش مدي التمثيل طاقته الكامله. بس مدير المدرسه في يوم الحفله بيديله دفعه علشان يطلع يمثل فعلا ويعجب بعض الفنانين اللي كانوا موجودين في الحفله في الوقت ده. الفنانين دول نصحوه ان هو يروح يقدم في معهد السينما عشان يدرس بشكل اكاديمي، وفعلا احمد زكي بيقرر ان هو يروح معهد السينما علشان يبدأ التمثيل من أوله. والراجل بتاعنا الصراحة أثناء تواجده في معهد السينما كان بيثبت إن هو مش بس عنده موهبة، لكنه كمان مجتهد في الدراسة. فكان على طول فترة دراسته محافظ على درجة الامتياز، هو دايما بياخد امتياز، عشان كده لما اتخرج بامتياز مع مرتبة الشرف. وغير عن كده الراجل كان بيستغل الفرص بشكل كبير جدا. فأثناء الدراسة بتجيله فرصة أداء مسرحي مع 2 مهمين جدا في المسرح في الوقت ده، زي العظيم عبد المنعم مدبولي وسعيد صالح. فالراجل ما فكرش وشارك فعلا علشان تكون أول أعمال يشارك في التمثيل فيها، وكانت مسرحية هلو شلبي اللي كان بيقلد فيها الفنان الكبير محمود المليجي. انا عندي رجاله بتاكل الحديد، رجاله بتاكل الزلط. النقطة اللي كانت بتبين إمكانيات أحمد زكي في تقمص وتقليد الشخصيات، ودي لو أنت مش عارف هنحتاج لها بعدين. المهم إن أحمد زكي اتخرج من المعهد سنة 1973، بس زي ما قلت لك ده ما كانش أي تخرج. الراجل بتاعنا اتخرج بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، وكان أول دفعته. النجاح بتاعه في المعهد ده خلى كل الفنانين ترشحوا إن هو ياخد أدوار في أي عمل مسرحي موجود. فعلا تجيله فرصة ذهبية في مسرحية كلنا بنتفرج عليها لحد النهاردة، وهي مسرحية مدرسة المشاغبين. أي نعم دوره في المسرحية ما كانش بقوة عادل إمام ولا سعيد صالح المخضرمين في المجال وبقالهم فترة طويلة في المسرح، إلا إن الناس وقتها برضو كانت بتسأل مين الواد الأسمراني الحليوة اللي هناك ده. استنى بس، ايه؟ انا موافق على العشاء. انما مساله الانفعال مش هقدر لان انا تعبان النهارده، انما العشاء اوكي انا موافق عليه. وبعد نجاح المسرحية دي جدا في مصر وفي الوطن العربي، الناس بقت عاوزة تشوف الجروب ده كله مرة تانية، فبيظهروا مرة تانية فعلا سنة 1978 في مسرحية العيال كبرت. والمرة دي كان أحمد زكي ليه دور أكبر من اللي فات، وفعلا كان بيرضي فضول الجمهور اللي أثاره في المسرحية الأولى. أنا بتكلم كلام عربي مثقف بسيط سهل. الكلام اللي أنا بتكلمه ده هنا يا سلطان المفروض الناس تتكلم بيه في الشارع بره. والله كلامك ده كلام شوارع فعلا. انت برضو تستغرب شوية يعني ازاي الراجل ده اتشهر بسبب المسرحيات. اقول لك ان في الفترة دي المسرح كان ناشط بشكل كبير. يمكن احنا اتكلمنا عن الموضوع دوت في حلقة حسن حسني، وعرفنا ان المسرح كان ليه جمهور وكان مؤثر بشكل كبير في الستينات والسبعينات. فبالتالي حصيلة لكل اللي فات ده احمد زكي اتعرف بانه ممثل شاطر في المجتمع المصري. كمان في السبعينات احمد زكي بسبب نجاحه في المسرحيتين اللي فاتوا شارك في اول عمل سينمائي ليه، وكان فيلم ابناء الصمت. وطبعا الشهرة اللي خدها احمد زكي من الدور بتاعه في ابناء الصمت ومن المسرحيتين اللي فاتوا رشحوه ان هو يعمل عمل درامي كبير ويشيل بطولته، وهو مسلسل الايام اللي كان بيجسد فيه دور الاديب الراحل طه حسين. وقول آخر يؤكد أن للإنسان إرادته
وكامل حريته. اداء احمد زكي لدور البطوله في مسلسل الايام الشهر اللي فاتت دي شجعت يوسف شاهين المخرج اللي عملنا عنه حلقه قبل كده انه يحط احمد زكي معاه في الكاست بتاع الثلاثيه اللي هو كان بيعملها عن حياته. فكانت مشاركه احمد زكي في فيلم اسكندريه ليه، وهنا احمد زكي لفت الانتباه ليه شويه. الراجل ده مش بيعمل دور شبه التاني اللي قبله خالص. انا مش لازمني محامي، انا اعرف ادافع عن نفسي كويس. يعني احنا بنتكلم على فترة قليلة جدا لأحمد زكي في عالم الفن، بنتكلم على أدوار متنوعة، كل دور فعلا كان بيبقى مختلف عن اللي قبله، وده فعلا اللي كان بيميز أحمد زكي، إنه كان بيعمل أدوار بدوافع وتعقيدات مختلفة جدا. فمثلا سنة 1983 بياخد دور البطولة في فيلم المدمن اللي بيعمل فيه شخصية خالد المدمن، وفي الفيلم ده انت بتشوف تحولات شخصية خالد بكل وضوح وتألق من أحمد زكي مع أدائه لدور المدمن بشكل وقتها كان مختلف وغير مسبوق. حاولت قبل كده وما قدرتش. انت ما حاولتش، انت استسلمت عشان ده كان الحل السهل. وخليني اقول لك ان احمد زكي كان مشهور بان هو اخلاقياته عاليه قوي، يعني كان مشهور في وسط الممثلين بانه الشخص المحترم المؤدب الجميل المهذب، الحاجات دي كلها. فمن الشخصيه الجميله بتاعته دي وثق فيه المخرج احمد فؤاد وتوج قصه حبه ببنته هالة فؤاد بالزواج في نفس السنه اللي بنتكلم عنها لسه سنة 1983. وخلي بالك أحمد زكي في السنة دي بس عمل أكتر من حاجة، يعني هو اتجوز وعمل حوالي 4 أفلام، مالتي تاسكينج في أبهى صوره. أحمد زكي فعلا اتجوز من هالة فؤاد نتيجة لقصة حب قوية جدا، بعدها أنجبوا ابنهم هيثم اللي هنرجع له طبعا في الحلقة دي بعد كده. لكن بتحصل شوية خلافات كده بين أحمد وهالة، هو ما كانش عايزها تمثل وتكتفي بس بالإعلام، ولكن هي كانت عايزة تمثل، والكلام الخلافات يعني وكده، بس هما الاتنين ينفصلوا عن بعض. الحاجه اللي انعكست على احمد زكي بشكل كبير جدا لان هو كان بيعشق حاجه اسمها هالة فؤاد، فبيدخل في حاله من الاكتئاب الشديد جدا. طيب انت تقول لي ايه تاثير الاكتئاب على الشخص الكرييتيف؟ وانا الصراحه عندي الرد الجاهز على هذا السؤال. انا في القناه بتاعتي بتكلم على العلوم، فجاهز ان انا اكلمك على الموضوع ده عادي جدا. احد اعراض الاكتئاب هو العزله، ودي حاجه بتتوافق بشكل كبير مع احتياج المبدع لمساحه خاصه بيه مفيش اي حد بيقرب منه فيها وبعيد عن اي مشتت خارجي. فبالتالي الاكتئاب في بعض الحالات، وانا اقصد اقول بعض عشان اللي عندهم اكتئاب ما يزعلوش مني، بيساعد المبدع على الانتاجيه. طيب يا عم ايه الدليل بتاعك؟ اقول لك يعني احنا هنسيبنا بقى من الادله بتاعت الدراسات والكلام بتاع الدكاتره، وانا جايب لك الدليل، هو الشخصيه اللي احنا بنتكلم عليها هو احمد زكي. يعني في السنه اللي اتطلق فيها احمد زكي من هالة فؤاد سنه 1985، في السنه دي عمل فيلم على الرغم انه ما خدش صيت عالي الا ان احمد زكي فيه كان بيأدي ادوار عاليه جدا كاداء تمثيلي، وهو فيلم سعد اليتيم. اولا ده ما كانش جدك لوحدك، ده كان جدي وجدك وجد العالم كله، ولو العالم كله فكروا زي ما انتوا بتفكروا كده يبقى كل الناس تيجي تقعد هنا بالتكيه يا موسى. والثمانينات الصراحه بشكل عام كانت مؤثره بشكل ايجابي طبعا على احمد زكي، عمل فيها افلام مهمه زي مثلا الفيلم اللي جاي اللي هو فيلم النمر الاسود، اللي كان بيعمل فيه دور الملاكم المصري اللي سافر لالمانيا وبيقدر ان هو يتحدى كل حاجه وتقدم كفايه خلاص تتندم. كمان تفوق على نفسه في ادائه لدور العسكري في فيلم البريء، الفيلم اللي بيعمل فيه دور مهم جدا بيعبر فيه عن فئة واسعة من الشباب. تعرفه؟ زميلي وصاحبي يا فندم. ضربه كف على وشه. وتفوقه في دور الصعيدي كان بيرشحه لدور مهم جدا وهو دور عبد السميع البواب في فيلم البيه البواب، دور ايكونيك جدا ومميز جدا لأحمد زكي. 190 ساغ، مسحة قزاز، عمار يا مصر. وطبعا كان افضل ختام للثمانينات هو الفيلم الاكثر من رائع زوجة رجل مهم. انا خدمت البلد ولولايا كانت الفوضى خربت كل حاجة. احنا حضرة الصحفي في حالة حرب ومسؤوليتنا حراسة البلد من الأعداء. الدور ده اتكلم عنه روبرت دانيرو وقال بالنص ان هوليوود خسرت فنان بكواليتي احمد زكي. طبعا الكلام ده قاله دانيرو اثناء عرض الفيلم في مهرجان في موسكو. الخلاصة ان الثمانينات حولت احمد زكي لممثل صف اول، واسمه لوحده بقى يتقل اي عمل هو بينزل فيه. وفعلا احمد زكي بعد الثمانينات بيبدأ يحط الستاندردز بتاعت الاعمال اللي هو هيعملها بعد كده. انا هعمل دايما دور مهم وهنزل الاعمال بتاعتي كل سنه من غير توقف. فكانت بدايه التسعينات قويه جدا ومؤثره جدا على الشارع المصري بفيلمه كابوريا اللي للمره الثانيه فيه بيعمل دور الملاكم، لكنه ملاكم في منطقه شعبيه وطموحاته كالعاده عاليه جدا. انا في النابوريا
طب انت تسالني الفيلم ده نجح؟ اقول لك يعني كفايه ان كل الشباب في الوقت ده وكل الاطفال كانوا عايزين يحلقوا حلقه الكابوريا اللي هي بتاعت احمد زكي. وتخيل معايا ان في فيلم لاحمد زكي نزل مع كابوريا في نفس السنه، وهو فيلم البيضه والحجر، اللي ما عملش نفس ردود الفعل المباشره زي كابوريا، لكنه كان فيلم بيفرد فيه احمد زكي عضلاته التمثيليه. طلع فين؟ رايح اوضتي. اوضتك؟ نزل ايدك لاسخطك. تسخطني؟ قديمه قلتها قبل. وبنمشي شويه في الوقت فبيكون عندنا فيلم ضد الحكومه، ولحد النهارده الميم بتاع احمد زكي معروف. ودي حته حشيش مالهاش دعوه بيها. وهكذا احمد زكي فضل مكمل في الادوار بتاعته، كل سنه بيعمل عمل او اتنين. الاعمال بتاعته كانت قويه جدا وحلوه جدا، وكل اعماله كان بيبقى عليها تهافت في شباك التذاكر لحد ما وصلنا لسنه 1996. في السنه دي بقى احمد زكي بيفتكر موهبته الحقيقيه لما بدا بقى، يعني ارجع معايا خالص كده لاول حاجه هو عملها لما عمل دور بيقلد فيه محمود المليجي، وبعد كده اول بطوله ياخدها لما عمل دور طه حسين، فيرجع المره دي بكاركتر جديده وقويه زي عبد الناصر. فكان فيلم ناصر 56 اللي بيعمل فيه دور جمال عبد الناصر، ووسع بقى للشغل التقيل. تحس ان احمد زكي قلع وشه ولبس وش جمال عبد الناصر، نفس طبقه الصوت، نفس البادي لانجوج، كل حاجه تقريبا. وانني قد اعلنت باسمكم بالامس اننا سنقاتل. وبنوصل بقى للألفية الجديدة وبيبقى معانا 4 أفلام بس فاضلين في حياة أحمد زكي. كل فيلم فيهم عايز أقول لك إن هو أقوى من اللي قبله. أول فيلم فيهم كان سنة 2000 وهو فيلم أرض الخوف، وأنا بس عاوز منك إنك تروح تشوف الفيلم ده. أنا مش هقول أي حاجة عن الفيلم، أنت روح شوفه وتعالى قول لي رأيك تحت في الكومنتس. انا عاوز اعرف اللي بعمله صح ولا غلط. انتم راضيين عنه؟ في فايده من وراه؟ والسنة اللي بعدها بيرشحوا المخرج العظيم محمد خان علشان يعمل بطولة فيلم أيام السادات، ونفس اللي حصل في فيلم ناصر 56. أحمد زكي اتحول تماما للسادات بعد أن أفقدت العدو قدراته وتوازنه في 6 ساعات. طيب انت تقول لي عمل تقيل جدا زي ايام السادات ده هيعمل بعديه حاجه خفيفه؟ احب اقول لك ان هو عمل بعديه فيلم معالي الوزير، فيلم قوي جدا، وتحس ان احمد زكي كان بيمثل وهو لابس البدله حرفيا، وصباح التخبيط في كله يا معلم. وبرده شوف الفيلم وقول لي رايك تحت في الكومنتس. معانا طريقه مفيش فيه مطب صناعي، وادي النتيجه، كوابيس ورا كوابيس. في الفترة دي أحمد زكي على الرغم من تألقه بشكل كبير جدا وشكل لافت للنظر، إلا إنه اختفى عن الأضواء تماما. اختفى عن الأضواء نتيجة لإنه كان مصاب بسرطان الرئة، نظرا لإنه هو كان بيدخن بشكل شره جدا جدا جدا، ويسافر يتعالج بره، وبتمر أيام صعبة عليه بشكل كبير، لكنه بيرجع لينا مرة تانية وأخيرة بفيلم حليم بيأدي فيه دور عبد الحليم حافظ. والمناسبة كان حلم حياة أحمد زكي إنه يمثل دور عبد الحليم. هما الاتنين من الزقازيق، هما الاتنين أصابهم المرض بشكل مميت، هما الاتنين بدأوا بداية صعبة، وهما الاتنين وصلوا لقمة الفن في مصر والوطن العربي. وفي الفيلم ده بيقدم لنا وريثه الوحيد وهو ابنه هيثم أحمد زكي. أنا كنت فاكر نفسي لما أصحى هلاقي نفسي في حتة تانية. بعد الشر عليك، ليه بتقول كده؟ الموت مش شر علي، الموت راح للي زيي. معلومة بقى لازم تكون عارفها إن الفيلم ده نزل سنة 2006، ولكن أحمد زكي كان مات أثناء تصويره للفيلم سنة 2005 علشان يكون فيلم حليم تكريم لسيرته الذاتية وحياته المهنية كلها. بس برضو أحمد زكي مات الله يرحمه، ولكن فضل معانا عايش وسطينا حتة منه، وهو هيثم ابنه اللي اتعلقت في رقبته آمال كبيرة جدا في عالم السينما. لكنه سنة 2019 والولد لسه عنده 36 سنة بيموت بشكل مفاجئ علشان ينتهي اسم أحمد زكي تماما من السجلات، لكنه بيفضل عايش معانا بتاريخه الكبير. وبس كده أعزائي المشاهدين، أنا خلصت كلامي عن أحمد زكي. لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل لايك وشير ليها، وتتأكد إن أنت عامل سبسكرايب في القناة، ولو عامل سبسكرايب تفعل التنبيهات علشان تجيلك الحلقات اللي جاية أول بأول، وعلشان عايزين نكبر القناة أكتر وأكتر. وبس كده، السلام عليكم.